مساء الخير يا جماعة. إيه يا شعب يا الحبيب الصبور المهاود المطرمخ. حابب إن أنا أتكلم عن أو أبدأ بكلمات الأغنية لسامي حواط لما كان بيقول: لا تسألني عن ديني، مديون وعايف ديني، لا دينك راح يوفي الدين ولا ديني راح يغنيني. عايز أقول، هفترض معاكم إن حد بيسألني: ما دينك يا جد سامي مثلا، او ما معتقدك، او ما يعني مش هنقول ايديولوجيتك بقى لان دي حاجة تانية. لان باسم والمدعو كعبلون و اما غير اسمه وسمى نفسه احمد شعبان، المهم يعني كان وجه لي كلام حسبانه وحاجات وقال لك: ايها النصراني النجس. ماشي. ليه هو قال هذا الكلام؟ لان انا مؤمن بادب المعجبين اللي اتكلمت عنه قبل كده، اللي هو اسمه فان فيكشن. وفان فيكشن يعني انا اتكلمت عنه قبل كده بس انا هقوله بسرعه كده. لما انت بيعجبك مسلسل اجنبي او عربي، او فيلم اجنبي او عربي، او روايه اجنبيه او عربيه، او قصه في منتدى نسوانج الجديد بتاع باسم او القديم او اي مكان، او منشورة او ايا كان، يعني ايا كان، ماشي، او قصيدة، ماشي، لشخص مشهور، اي نوع من الادب او الفن باختصار، وانت شايف ان الشخصيات المفروض تزيد او تقل او تتغير اساميها او تتغير نهاية القصة او القصيدة او المسلسل او الفيلم، وانت رحت مزود شخصيات او مقلل شخصيات او مزود احداث او مقلل احداث او مغير النهاية او مغير البداية او مغير العنوان الى اخره او مغير الاسماء، كل ده يبقى انت كاتب ادب معجبين. طبعا بالنسبة للرأسمالية المتوحشة اللي هي بتتاجر في كل شيء بدعوى الملكية الفكرية وحقوق الملكية الفكرية والكلام البدنجان ده اللي هو قبل القرن العشرين ما كانلوش وجود يعني. طبعا ممكن تحطك تحت طائلة القانون لو ده عمل له حقوق محفوظة يعني. يعني مثلا لو جبت مسلسل أمريكي مثلا معروف وجيت عملت مسلسل مقتبس منه مثلا من غير ما تاخد اذن المخرج والمؤلف والى اخره، ممكن يحبسوك، ماشي، او يغرموك غرامه كبيره. المهم يعني فده ادب المعجبين. خلاص. فهو عامل قصه اسمها ايه؟ برقوق وآلة الزمن والمكان. خلاص، او الزمان والمكان. المهم برقوق ده اسمه هشام يعني المهم ان ايه، ان انا غيرت في القصه فاصبح بطل القصه مسيحي او مش عارف لا ديني، حاجات زي كده. التغييرات دي من خلالها هو بقى قال لك: أن أيها النصراني الناجس. واخد بالك؟ اللي هي فكرة ما دام أنت عملت انتصرت للمسيحيين مثلا أو للادينيين، أو اتكلمت عنهم باحترام أو دافعت عنهم أو خليتهم هم أبطال أو أي حاجة من هذا القبيل، يبقى أنت منهم على طول وتبقى أنت ناجس على طول. خلاص. زي ما انا قلت قبل كده، تيجي تدافع عن الفيلة تبقى فيل مثلا، يبقى انت فيل على طول. فهنفترض ان هؤلاء الناس او غيرهم بيسألني عن دين: بما تدين يا جد سامي؟
خلاص. طبعا انت مهما كان دينك في دولة زي مصر، دولة عربية او اسلامية، وخصوصا مصر عشان هي خصوصا اللي عندها بطاقة الرقم القومي اللي فيها حكاية خانة الديانة. حتى الخلايجة اكتشفت ان البطاقات عندهم الشخصية ما فيهاش خانة الديانة، وحتى خانة العمل وخانة الحالة الاجتماعية في دول كتير، ما اعرفش في الخليج كمان ولا ايه، في دول، كل دول العالم لا موجود خانة الوظيفة ولا خانة الديانة ولا خانة الحالة الاجتماعية، متجوز ولا عازب ولا أرمل ولا مطلق ولا إلى آخره. ماشي. وبطبيعة الحال ما فيش حاجات اسم الزوج دي بالنسبة للمرأة يعني. ف في البطاقة والرسم في الدولة جده سامي مسلم. خلاص. طيب جده سامي بيصنف نفسه ازاي؟ جده سامي ما بيصنفش نفسه. خلاص. يعني ايه زي ما بيقولوا، زهق من مسألة التصنيف دي، ما بقاش يحب مسألة أهلي وزمالك وإسماعيلي وترسانة والحاجات دي، ما بقاش يصنف نفسه. خلاص. وبعدين هو الدولة معتبراه على ديانة معينة. خلاص. فهو حتى لو على أي دين آخر، هي الدولة مش معترفة إلا بالإيه، بالورق الرسمي بتاعها. خلاص. وهو مبسوط باسمه. ماشي. وهو اسمه رباعي إسلامي يعني بحت، ما عندوش مشكلة في اسمه. طيب بالنسبة له هو نفسه بقى، مش مسألة بيصنف نفسه ازاي، انما هو يعني ايه معتقداته. جده سامي هو كوزموبوليتاني، يعني بيأيد الجميع وبيحب الجميع وبيحب الإنسانية كلها. آه، سواء إسلام أو مسيحية أو يهودية أو بوذية أو كونفوشية إلى آخره، هو ضد التكفير، ضد قطع الإيدين والرجلين، ضد قطع الرقاب، ضد الجلد، ضد الصلب، ضد تقديس البكارة زي ما قلنا. والأفكار بتاعتي يعني واضحة من الفيديوهات السابقة ومن القصص بتاعتي ومن المقالات بتاعتي وحاجات كتير. ماشي. لكن أنا ما بصنفش نفسي في تصنيف معين. خلاص. ممكن تلاقيني صوفي شوية، ممكن يعني خليط، مش حكاية شوية، هتلاقيني خليط كده، خليط من الصوفي ومن الشيعي ومن السني شوية ومن المسيحي في بعض الأمور، من اليهود في بعض الأمور، من البوذيين في بعض الأمور، من الهندوس في بعض الأمور، من الكيميتية أو الديانة المصرية القديمة والديانة الإغريقية في بعض الأمور. آه، ربوبي إلى حد كبير، ممكن أكون ربوبي متعدد، بوليدايزم مثلا أو بوليدايست. ماشي. كل ده أنا ضمن، كل ده أنا ضمنه. ما بقتش إن أنا أصنف نفسي ضمن فئة معينة. أنا إنسان وبس، أنا إنسان وبس. علماني متسامح، أدعو للتسامح الشامل والمحبة الشاملة والحريات الكاملة والتنوير والعلمانية والحريات الجنسية والحريات الدينية والحريات الإبداعية والفكرية الكاملة. خلاص. طيب أنا مش ما يهمنيش أنت بتدين بإيه ولا أنا بأدين بإيه. وزي ما قال سامح حواط، لا تسألني عن ديني مديون وعايف ديني، لا دينك راح يوفي الدين ولا ديني راح يغنيني. واخد بالك؟ الوضع اللي احنا فيه، احنا ايه، we are on يعني on our own. خلاص. احنا لوحدنا في هذا العالم. لن يختلف الموقف، سواء انت يعني سواء انا او انت امنا باله واحد او بعدة الهة او بدين معين او باديان معينة او الكلام ده مش هيفرق معانا في حاجة. خلاص. مش هيفرق
في حاجة في موقفنا المالي، مش هيفرق في موقفنا المالي إلا في حالات معينة. زي إيه؟ زي إن أنت بسبب إن أنت لا ديني مثلا، أو إن أنت سبت الإسلام مثلا، أو سبت أي دين يعني، بسبب موقفك الديني أو اتجاهك الديني أو تحولك الديني طردوك من الشغل مثلا، فهنا موقفك المالي هيبقى حرج مثلا. خلاص، فبتضطر إن أنت تنافق الناس دي عشان تستمر في الشغل بتاعك، وبالتالي موقفك المالي لا يهتز. او ان انت بسبب موقفك او تحولك الديني تتحرم من الميراث مثلا، فعند هذا الموقف هتضطر برضو ان انت تنافق الناس دي، او ان انت تخفي عقيدتك الحقيقية او اتجاهاتك الحقيقية عشان تاخد حقك، وما يتأزمش موقفك المالي، وما تتحرمش من حق من حقوقك كإنسان. خلاص. او غير الموقف المالي، خايف من الاضطهاد، او خايف من القتل، او خايف من النفي، او خايف من اي اذى من اي نوع، فبتخفي تحولك الديني. ماشي. وده طبعا بيحصل في الدول العربية، بيحصل في الدول العربية والدول الإسلامية، وفي مصر اللي هي الدول اللي هي ما فيهاش حرية دينية، ما فيهاش حقوق إنسان كما يجب يعني، لا من المجتمع ولا من الدولة ولا من الأسرة ولا حاجة. فبتضطر إن أنت تخفي اتجاهاتك، سواء سياسية أو دينية أو جنسية أو إبداعية أو فكرية، أو جرأتك على ما يسمونه الثوابت أو عادات وتقاليد أو دين أو إلى آخره يعني. ماشي. عشان ما يتأثرش موقفك المالي، او ما تتأذيش انت جسديا او معنويا او من اي نوع من الاذى. لكن لما تروح وتيجي تلاقي ان الاذى بيجي لك من مين، والموقف المالي بيتأزم بسبب مين؟ مش بسبب الاله بقى، ولا بسبب نبي، ولا بسبب، لا، ده بسبب بشر. بشر نصبوا نفسهم محامين للاله، او محامين للدين، او محامين للمعتقد او للنبي او الى اخره، فبيهددوك بالفلوس، او بيهددوك بايه، بنقاط ضعف معينة عندك، وطبعا منها في الفلوس في زمن زي ده. خلاص. فتجد ان هم البشر، انت في وسط بشر، بس زي ما قلت لك المشكلة كلها بشر في بشر، مش حد خارج النطاق ده يعني. هم اللي بيمنعوا عنك الفلوس، هم اللي بيمنعوا عنك العمل، هم اللي بيضطهدوك، هم اللي بيأذوك الى اخره. وهم برضو اللي ممكن يسيبوك تسترزق وتشتغل، او تتربح، او تعيش، او ما تتضرش الى اخره. فانت تحت ايه، سلطة الناس دي، او تحت رحمة الناس دي، الا اذا تمكنت ان انت تسافر او تهاجر او تطلب لجوء، او يتوافق لك على لجوء لدولة فيها حرية انسان، حقوق انسان، او حريات كاملة او كده. خلاص. طيب، يبقى هي المشكلة اصلا من الاساس في الاول والاخر، الموقف الديني مش هيفرق في حاجة لا هيغنيك ولا هيفرقك بدون البشر يعني. احنا هنعزل هنا موضوع البشر اللي بنقول عليه، لا هيغنيك ولا هيفرقك، سواء امنت بإله واحد او بعدة آلهة، سواء امنت بالإسلام او تحولت المسيحية او ليهودية او لبوذية او كونفوشية او بهائية الى اخره، او رائلية، كل ده لن يختلف معك. اللي بيختلف دراستك، اللي بيختلف معاك هو عملك، اللي بيختلف معاك في الفلوس هي الامور دي. خلاص. لو افترضنا ان الناس ما تعرفش موقفك يعني، وان انت في دولة ما بتضطهدش حد عشان ساب دين وراح لدين تاني، او ساب الاديان خالص او كده.
خلاص. المشكلة في المجتمع، المشكلة الأساسية هي إيه؟ معظم الناس اللي هي بتقول لك إنهم متدينين، أو اللي هم بيقولوا إنه إحنا مش ملحدين، مؤمنين بالإله يعني، أو بالإسلام، ماشي، معظمهم ناس حرامية ولصوص ونصابين. ولك في موقف صاحبي مع ياسر الغرباوي ده يعني الإيه، المثل والعبرة يعني. هو واللي بيساعده، اللي بيساعدوا ياسر الغرباوي دول، سواء كانوا شرطة، سواء كانوا ناس عادية من أصحابه أو أيا كان، كل الناس دي لو هم صحيح مؤمنين بالدين هيبقى عندهم من الرحمة أو الرأفة بصاحبي ده، إنهم مش هيطوعوا واحد زي ده على الشر اللي هو بيعمله، خلاص، والبلطجة اللي هو بيعملها. لكن دول أدعياء بس، دي ناس بتدعي، وإيمانهم بالدين مرتبط بالقصة اللي أنا قلت عليها من فيديو سابق، اللي هي قلت مقارنة بين نفسية أتباع باطل وأتباع الإله الإسلامي، خصوصا العربي، إن هم بيحبوا الطاغية والمجرم، وبالتالي بيخلقوا الإله بتاعهم على الصورة دي، إن هو يبقى بيعذب الناس، إن هو يبقى سادي، إن هو اللي يعمل معاه غلطة ولو بسيطة يقعده عذاب أبدي على طول، اللي بيتلكك على أي غلطة عشان يقرف الناس ويعذب الناس، ماشي. هو ده الصورة اللي هم صورة الإله عندهم، وهي صورة بتعجبهم، هي عجبهم الصورة دي وتناسبهم وتناسب طريقة تفكيرهم. وأي زعيم عصابة ليهم أو زعيم ليهم، سواء سياسي أو سواء على الشكل الشخصي أو المستوى الشخصي زي ياسر الغرباوي ده، هم بيحبوا إنه يكون كده، يكون مؤذي، يكون سادي، يكون سايكوباتي، يكون فيه كل الصفات السيئة والشرور. أهم شيء إن هو إيه، بيعبد الإله بتاعه ويدين بالدين بتاعه بس، إنما يعمل كل ما بداله بعد كده. هي نفس الفكرة هتلاقيها في المسيحية برضه، فكرة إن ما دام أنت آمنت بالمسيح اعمل ما بدالك بعد كده. فالإسلام برضه نفس الحكاية، بيقول لك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، واخد بالك، ويغفر ما دون ذلك. أي حاجة بعد كده، قتل، زنا، بس سيبك من الحكاية، الزنا دي، قتل، سرقة، نصب، بلطجة من اللي هو بيعملها دي، تعذيب للناس، تخويف للناس، إرهاب للناس، تخريب دول، تخريب بيوت، تخريب، كل ده بيسامح فيه. هو بس ما بيسامحش لأن هو بس إيه، زي الشريك، زي الفريق ما يحب الشريك. طبعا تفكير لا يليق بإله خالص خالص، تماما. ده تفكير طفل، ده تفكير طفل بس كده باختصار. إن الإله عادل، حاسب الناس على كل صغيرة وكبيرة، بالذات في ظلمهم لبعض. انما فكره ان انت عايز تطلعه ان هو بيسامح في اي حاجه هم يعملوها في بعض، لكن ما يسامحش في تعاملهم معاه هو او نظرتهم له هو، دي مش طبيعه اله مظبوط ابدا ابدا، واخد بالك. فهي دي الفكره. انا ما بصنفش نفسي تبعا لاي تصنيف، بس انا بايه، ملتزم بتصنيف الدوله الرسمي ليا، ملتزم بيه ومتقبله يعني، ما عنديش مشكله. انما لما اجي اتجوز لازم تكون الزوجة دي مناسبة مش بس لتفكيري، لكل ميولي وكل حاجة وطباعي وكل حاجة، مفيش مش عايز، واخد بالك. طيب نرجع بقى، عشان احنا اتكلمنا كتير، آه،
نرجع لنقطة منتدى نسوانج الجديد بتاع باص، اللي هو أولويته كلها وكلامه كله والقواعد الأساسية بتاعته اتكلم في الجنس زي ما أنت عايز، زي ما أنت عايز. ورغم كده برضه هتتشتم لو أنت اتكلمت في المثلية أو الديوسية أو المحارمية وأيدتهم، هتتشتم وتتهاجم بشدة. اتكلم بس بالسائد بتاعنا زينا يعني. لو احنا ساديين تبقى سادي زينا. لو احنا مقرفين بنكتب قصص كلها قتل وكلها عنف وكلها ضرب للنسوان وكلها نهايتها سيئة وحاجات مقرفة، يبقى انت تبقى زينا، وإلا هنبهدلك. هنبهدلك، هنسلخك بالكلام يعني. طيب، اما بقى الدين والسياسة اوعى اوعى تتكلم فيه. هو ده مبدأ نسوانج القديم ونسوانج الجديد. ماشي، اوعى تتكلم في الدين وفي السياسة، خصوصا اذا كان نقد للسياسة ونقد في الدين. واخد بالك؟ نقد دين، نقد للدين يعني. ساعتها نحذرك ونبهدلك ونقمعك ونخبي كلامك وبتاع. ليه؟ لان احنا عايزين ناس كائنات جنسية وبس. حتى لما نيجي نهاجم جده سامي بنهاجمه ان احنا نقول عليه انه راجل عجوز و... وايه وما بيعرفش زي ما بيقولوا، واخد بالك؟ وعاجز جنسيا، او نقول عليه ديوس، او نقول عليه شاذ يعني مثلي. خلاص؟ حتى يعني حتى التقليل من الشخص بطريقة جنسية. خلاص؟ آه، انما اي موضوع مهم في البلد، واي موضوع مهم احنا مش عايزينه، والدولة بتدعمنا في كده. زي ما انا قلت قبل كده، منتدى نسوانجي سواء القديم او الجديد، لو الدولة المصرية مش عايزاه يستمر ولو يوم واحد، هتلاقيه انتهى من الوجود تماما. بس هي عايزاه. ليه؟ مش عشان ان هي بتدعم الحرية الجنسية، لا. الفكر بتاعه الجنسي نفسه فكر شرقي خالص. ماشي، وضد المرأة وضد حرية البنت البنوت في انها تبقى ليها علاقات، وبيقدس البكارة وضد المحارم وضد الديوسية، ضد المثلية. فهو مناسب للتوجه السياسي وتوجه الدولة والجيش والشرطة المصرية والناس دي. وفي نفس الوقت بيلهي الشباب عن ان هم يفكروا في السياسة، عن انهم يعتنقوا مذاهب سياسية زي الاشتراكية او غيره، اللي هي عيني انقرضت ومختفية، علشان حد يقدر يوصل لها اصلا من الصعوبة من مكان يعني، عشان يعرف عنها حتى. ووسط ارتفاع الاسعار وبتاع، عيال طبعا قاعدين في ميه اللفت، اهاليهم هي اللي بتصرف عليهم لسه، فما يعرفوش الدنيا ماشيه ازاي. هم دول اللي في منتدى نسوان الجديد، مش زينا احنا كبار وشايفين المصايب وبنعيشها بنفسنا ونواجهها، ولا عارفين بطاله ولا عارفين اي حاجه، واخد بالك؟ ولا ارتفاع اسعار ولا اي شيء. ولا هم ولا عصروا حتى 2011 كانوا عيال لسه على القصريه، قاعدين على القصريه. ماشي، فما يعرفوش، واهاليهم ما عرفتهمش، ولو عرفوهم هي عيال ما بتسمعش ولا بتفهمش. ولذلك حتى الفيديوهات بتاعتي ما حدش بيبص عليها. لا كانوا بيقروا ولا بيسمعوا، هم لا بيقروا ولا بيسمعوا، هم ما فيش. بكم صم بكم عمي، ما فيش. خلاص؟ وهيفضلوا كده، لا هم بيقروا ولا بيسمعوا ولا بيفهموا ولا حاجة، ولا عايزين يعرفوا حاجة، وعايزين ان العلم ياخدوه بالمعلقة، ويبقى في كبسولة صغيرة في بوست في تويتر ولا بتاع كلمتين آية ولا بتاع من بتوع عبد الله كشري، هم دول ويمشوا عليهم وخلاص. آه، فالمشكلة وحل الوضع اللي في مصر وفي العالم وحل حياتنا احنا الشخصية، حياتي انا وحياتك انت وحياتكم انتوا يا بتوع يا شباب يا بتوع النسوان الجديد وغيره،
اللي عايشين في الجنس وخلاص، وجنس يا ريته صح ويا ريته تبعا للفكر الغربي المظبوط. لا، زي ما انا قلت، تقديس بكارة وتهجم على المثلية وعلى المحارم وعلى الديوثية وعلى حرية البنت او المرأة في الجنس والى اخره. ف يعني المشكلة مش وجود إله أو عدم وجوده، ولا إن هو واحد ولا أكتر، ولا إن هو إله الإسلام ولا إله أديان تانية أو دين تاني. كل دي مش هي الحل، يعني مش هي اللي هتحل مشاكلنا الاقتصادية في مصر، ولا مشاكلك كشاب، ولا مشاكلي كشاب. مش هتحل مشاكلي ولا مشاكلك خالص، لا علاقة ليها بهذا الموضوع خالص. إلا إذا كان بقى أنت مثلا مسيحي وهتعلن إسلامك، أو ملحد وهتعلن إسلامك، وبتروح لبتوع الخليج وبتوع الرز أو الإخوان أو السلفيين، فبيدوك قرشين ويصرفوا عليك مرتبات شهرية عشان إيه؟ تطلع ببرنامج تبقى سبوبة شغالة زي ما بعض الناس بتعمل. بس أنت يعني إيه ضايع، حتى مش هتعرف تعمل حاجة زي كده. او زي مصطفى محمود مثلا، اللي هو كان في الاساس لا ديني ودخل في حكايه العلم والايمان اللي هي السعوديه هي اللي عاملاه اصلا. لقى ان اللي تغلبه العبه احسن، بدل ما انا يعني انشر افكار لا دينيه مش هتاكلني عيش، ما ناكل عيش احسن. واخد بالك؟ بس في ناس كده، مش كل الناس بتصمد ويعني زي هشام المصري في لماذا انا ملحد، الحلقه الاخيره اللي كان جايبها من يومين دي، اللي هي الجزء الرابع. قال لك النضال ده عايز تضحية وعايز جهد وعايز تحمل وعايز صبر وعايز، يعني مش سهل زي ما انت فاهم. ففي ناس بتضعف سواء لإغراء مادي خصوصا طبعا، لإغراء مالي. الله، الفلوس دلوقتي كل حاجة. لو واحد كل شهر موعود بان هو ياخد مرتب كويس يكفيه ويزيد، يعمل اي حاجة بس عشان ما يجوعش، عشان ما يتشردش، عشان يسكن في حتة كويسة، عشان ياكل، ابسط حاجة، عشان يضمن مستقبله. فشيء طبيعي يضعف. من الصعب ان انت تلاقي ناس مناضلين زي زمان، ما عادش الا قليل قوي يعني. فالفكرة مش هياكلك عيش سواء ده او ده، يعني مش هينفعك في حياتك، سواء في اله واحد او عدة آلهة، او ده اله الاسلام ولا اوزوريس هو الحقيقي، ولا بوذا هو الحقيقي، ولا كونفوش ولا براهما او غيره. كل ده مش هيفرق معاك. اللي بيفرق معاك شغلك، اللي بيفرق معاك فلوسك، اللي بيفرق معاك الدراسة بتاعتك، اللي بيفرق معاك ان انت تعيش في دولة لها نظام سياسي يعني يرعى الشعب ويرعى الفقراء وما يرفعش الاسعار، نظام اشتراكي يعني، كده باختصار. زي نظام عبد الناصر اللي مش عاجبهم، زي النظام الاتحاد السوفيتي مع الناس اللي الناس دلوقتي بتحن إليه تاني. وكل يوم مظاهرات في أوروبا وفي أمريكا عشان العولمة وعشان الرأسمالية المتوحشة، ولا حياة لمن تنادي طبعا. ماشي. والحكاية بتستفحل الرأسمالي يعني، الرأسمالية اللي في العالم محدش حتى بيتكلم عنها ويحللها في التلفزيون المصري بتاعك، ولا في اي تلفزيون عربي او اي وسيله اعلام او او الفيسبوك او غيره. محدش بيحلل ان دي مش، ما فيهاش رحمه، ما فيهاش انسانيه، ما فيهاش اي تعاطف مع اي انسان. دي بتدهس الجميع من اجل ربح فئه قليله جدا، اللي هي النصف في المئة اللي كان بيقول عليها عبد الناصر. هي دي العالم، في أقلية معاها هلمة محتكر الفاكهة ومحتكر مش بس السلاح والمخدرات، محتكر الفاكهة ومحتكر الأكل واللبن والسكر وكله، كل شيء، كل شيء وأبسط شيء من أكلك وشربك وأدويتك وكل حاجة. فتقول لي إله إيه يا عم؟
لو في إله أو آلهة هم مش مهتمين بيك أصلا، ولا بيا ولا بحد من البشر خالص خالص. ده حروب وطاحنة ودموية كل شوية، وأوبئة ومجاعات. مفيش سنة بتعدي إلا ناس بتطحن من دول مختلفة ودول قريبة ودول بعيدة، سواء بحروب أو بمجاعات أو أوبئة أو فيضانات أو زلازل. مفيش سنة بتعدي من غير حاجات زي كده. الرأسمالية اللي طايحة في العالم ومتوحشة دي محدش بيوقفها ليه؟ الآلهة اللي أنت بتقول عليها دي ما بتوقفهاش ليه؟ حتى لو موجودين هم مش مهتمين بيك أصلا. يمكن هم بيتفرجوا وبيضحكوا عليك، يمكن أنت مجرد لعبة بالنسبة لهم، عملوها وسابوها تطحن في بعض وخلاص. ليه افتراض إنه لازم يكون الإله أو الآلهة دي حلوة وكويسة؟ الافتراض ده جه منين أصلا؟ ليه أنت مفترض كده؟ بتتفائل يعني؟ بتعشم نفسك؟ ما تعشمش نفسك. لو كانت الآلهة كويسة أو الإله كويس ما كانش كتب عليك الموت أصلا، ولا عليا ولا على أحبابي ولا على أحبابك خالص، ولا المرض ولا المعاناة اللي في حياتنا دي كلها. أنت أي شيء في حياتك ناعم أو مريح هتلاقي إنسان هو اللي صنعه. إنما لو أنت حياتك زي حياة الإنسان البدائي، منتهى الصعوبة في كل شيء. كل اللي احنا صنعناه من الرفاهية ده، كل ده احنا اللي صانعينه، مش الإله خالص ولا الآلهة اللي انت بتقول عليه خالص. أي رفاهية بيتمتع بها أي إنسان دلوقتي هي من صنع الإنسان، ومن فكر الإنسان، ومن اختراع الإنسان. محدش غششه ولا حد عرفه، وهو لوحده، هو لوحده في الحياة. ما اعتمدش غير على نفسه وعلى عقله بس. وعانى كتير على ما وصل اللي هو فيه دلوقتي. عانى كتير وغلط كتير ووقع كتير بالتجربة والخطأ. هو ده الوضع اللي موجود. الجنس مش هينفعك، المنتدى النسوانجي ده مش هينفعك، مش هو اللي هيشغلك، مش هو اللي هيأكلك، مش هو اللي هيشربك، مش هينفعك في حاجة. ومش هتلاقي المتعة الجنسية طالما ان انت بتفكر بالافكار الشرقية والعربية البدوية الاسلامية دي تجاه البنت وتجاه المرأة. عمرك ابدا ما هتوصل للمتعة اللي انت عايزها ابدا، الا بالتفكير اللي انا بقول لك عليه انا. لان التفكير اللي انا بقول لك عليه ده اللي عايشه فيه الدول المتقدمه، سواء في الغرب سواء في اسيا، هم ده اللي عايشين بيه. اما الدول الضايعه، الدول بتاعتك العربيه والاسلاميه والافريقيه دي ضايعه، دي دول ضايعه، دي دول بتقمع المراه وتختن المراه والبنت دلوقتي متربيه على انها تخاف منك كراجل، انها ما ترغبش جنسيا اصلا ولا رومانسيا ولا حاجه. هي عايزه منك فلوس ومؤخر وبتاع وقرف وخلاص. عايزين إعادة تربية أنت وهي، تتربوا تاني على النظام الغربي بقى عشان تبقوا صح جنسيا ورومانسيا وكل شيء. فمنتدى نسوانجي مش هينفعك، ولا الإيمان بإله أو عدم إله مش هينفعك. مش هينفعك في حياتك خالص، لا في جواز ولا في عمل ولا في فلوس ولا في مرض ولا في صحة ولا في حاجة. ولا هيطول عمرك ولا هيأثر عمرك ولا حاجة. ماشي؟ سواء كان الإله واحد أو عدة آلهة، سواء كان إله الإسلام أو إله المسيحية أو إله اليهودية أو إله المصريين القدماء أو آلهة المصريين القدماء أو الرومان أو غيره، كل ده مش هيفرق في حاجة. وزي ما بقول لك، إذا كان في آلهة فهي بتتفرج عليك بس، زي القرد في حديقة الحيوان أو زي النسناس أو بتاع، وسايباك أنت تطحن مع نفسك، مالكش دعوة، مالهمش دعوة بيك خالص خالص. او بيلعبوا معاك، يدوك لعبة مرة ويفرحوك مرة ويحزنوك مرة. مش بيقولك هو اضحك وابكى؟ اهو هو اضحك وابكى، والضر والنافع مثلا.
يعني صفات متناقضة، واخد بالك؟ ما تنفعش في واحد، ما تنفعش في واحد، لازم يكونوا مجموعة متعددة، والمجموعة دي بتتسلى عليك وبتتسلى بيك وبتتفرج عليك بعد ما عملتك، لو كان يعني بتتفرج عليك بس. المشكلة جاية منين بقى؟ من الناس اللي هم عاملين نفسهم محامين الإله أو محامين الدين، ودول ناس كتير. طب هم بيعملوا كده ليه؟ هم بيعملوا كده من واقع العصبية القومية. ازاي ان انت تخرج بره احنا كلنا النادي الاهلي، ازاي انت تطلع زملكاوي تطلع كده لوحدك؟ ما ينفعش. فيقرفوك ويضيقوا عليك ويضطهدوك ماليا ومعنويا وماديا وكل حاجة عشان يحاولوا يرجعوك لحظيرة النادي الاهلي، واخد بالك؟ هي نفس الفكرة، الكورة هي زي الدين. ولذلك حتى في منتخب الساجدين، ما هو مرابطين ده بده، وبيذبحوا عجول وبيعملوا بيرشوا مش عارف ايه عشان الاعمال. فهي ده مرتبط بده، التعصبين واحد، وبيربوا دقونهم اللعيبه وكده. واكرامي ده داخل في الدرواشه الاخر، ومحمد صلاح ابو مكه وبتاع. فده مش هينفعك، واخد بالك؟ مش هينفعك. لا لا منتدى نسوان ده هينفعك، ولا البرامج الدينيه والقنوات الدينيه هتنفعك. اللي هينفعك ان انت تؤمن بالاشتراكيه، ان انت تؤمن بالعلمانيه، ان انت تؤمن بالتسامح الكامل والشامل والسلام والمحبة الشاملة والتنوير والحريات الجنسية والدينية والإبداعية والفكرية إلى آخره. هو ده اللي هينفعك كإنسان في الأساس، واللي ممكن يصلح أحوال حياتك إن أنت تؤمن بالاشتراكية كنظام سياسي يعود من جديد إن هو يهزم الرأسمالية المتوحشة سواء في مصر أو في العالم بصفة عامة، عشان الناس تقدر تشم نفسها تاني، والتشرد ينتهي والفقر ينتهي، ويقدروا ان هم يشتغلوا تاني، والخريجين يشتغلوا، واللي زي انا يشتغل بشهادته بدل ما هو مش لاقي حاجة خالص، ويلاقي زوجة او حبيبة قبل زوجة، تكون مساكنة، تكون جيرل فريند الى اخره، من غير فلوس، من غير طمع، من غير جشع، من غير تجارة، من غير قوادة من أهلها مثلا ومنها. هو ده اللي هينفعك. يعني الحل هو النظام السياسي الاشتراكي والعلماني. هو ده الحل اللي قدامك، اللي ممكن تحقق بيه أغراضك في الجنس، واللي ممكن تحقق بيه أغراضك في الفلوس، واللي تحقق وتضمن بيه مستقبلك، واللي ايه يعني. انما الدين مش هينفعك في حاجه، مش هيفيدك في حاجه. كل اللي هينفعك فيه لو انت تبحرت في الاديان وفي الحاجات، ان انت هتلاقي الحاجات دي، المعتقدات دي زيها زي اللغات، زيها زي الوان بشرة الناس، زيها زي حدود السياسية بين الدول، كلها من صنع الانسان، كلها من صنع قبائل ومن صنع شعوب. كل شعب عايز يبقى له اله محلي وديانة محلية، وبيعتبر ان هو الصحيح وكل غلط، ودولته هي يدين بيها بالولاء ليها، الدول التانية لا، ويبقى خاين لو بقى مع دولة تانية ضد دولته مثلا. كل الأمور دي أمور تعصب بشري محض محض، وتطور بشري محض برضه. اللغات اتطورت والأديان اتطورت والآلهة اتطورت وكله اتطور، كل حاجة، مفيش حاجة بالنسبة للإنسان إلا واتطورت. فهو ده اللي هينفعك، وهو ده التفكير اللي انت تفكر فيه، وتبقى كوزموبوليتاني. يعني ايه؟ يعني ما تشتمش اي دين من الاديان، وما تكفرش حد، وما تأذيش حد بناء على مذهبه او دينه.
طالما إن هو لا يدعو لسفك الدماء، ما بيشيلش سلاح زي داعش والإخوان والسلفيين إلى آخره، طالما كده فأنت تتقبل كل الأديان وكل العقائد. وأزيدك من الشعر بيتا زي ما بيقولوا، تؤمن بكل الآلهة دي زي غاندي كده، زي فكرة اسمها أومنيزم، دور عليها أومنيزم في الإنجليزي. أومنيزم إن هو بيؤمن بكل الأديان وكل المعتقدات. زي إيه؟ زي محيي الدين ابن عربي اللي هو قال أبيات شعر تتحط كده، تتكتب بماء الذهب، تتحط هي دي اللي المفروض السيسي يحطها وراه، بدل البسملة وبدل إن مع العسر يسرا والكلام اللي يحطه ده ولفظ الجلالة وبتاع، اللي هي لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إن لم يكن دينه إلى ديني داني، قد صار قلبي قابلا كل صورة. واخد بالك؟ لقد صار قلبي قابلا كل صورة، فمرعى لغزلان ودير لرهبان، وبيت لأوثان وكعبة طائف، وألواح توراة ومصحف قرآن. أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني. خلاص، ده اللي قاله محيي الدين ابن عربي في ديوانه اللي هو ترجمان الأشواق، في قصيدة تقريبا كان اسمها يا حمائم الأراك أو الدوح. هو ده الدستور اللي انت هتعلقه قدامك وتبروزه، والمفروض السيسي وغيره يعلقه قدامه ويبروزه ويؤمن به. مش مهم تعليقه بس، يؤمن به. ان انت تؤمن بكل الاديان وتؤمن بكل الانسانيه، لان كل ده، كل الانسانيه دي اخواتنا، كلهم اخواتنا. تدعي لكل الناس بالشفاء، تدعي لكل البشريه بالشفاء، تدعي لكل البشريه بالسعاده، مش تدعي لهم بالهلاك ورم نسائهم والهم ده. وزي ما قلت لك، خليك في المهم وبعد كده شوف اللي انت عايزه. المهم ان النظام السياسي بتاع الدولة اللي انت فيها والدول كلها اللي حوالينا يبقى علماني، ويبقى اشتراكي، يبقى تنويري، يبقى مؤمن بالحريات الدينية والسياسية والجنسية والإبداعية والفكرية كاملة، يمنع الأحزاب الدينية تماما، يمنع الإخوان والسلفيين والداعشيين إلى آخره والتكفيريين، يمنع تطبيق الحدود تماما، يسمح ان المسلمة عايزة تتجوز مسيحي اهلا وسهلا، عايزة تتحول المسيحية اهلا وسهلا، عايز يتحول المسيحية اهلا وسهلا الى اخره لاي دين. يسمح ليه اللي عايز، اللي بيحب، اللي امه بتحبه وهو بيحبها حب رومانسي عايزين يتجوزوا، اللي زواج المحارم يسمح بيه عادي، وحب المحارم عادي طالما بالتراضي وطالما بالغين. حب المثليين وزواج المثليين والمثليات يبقى عادي. دي حريات جنسية شخصية، ده أبسط حاجة، مش هتأذي حد. دول اتنين بيحبوا بعض، انت مالك بيهم؟ خلاص. الحريات الدينية ان اللي عايز يعتنق دين ويسيب دين، اللي عايز يبقى لا دين هو حر، كل الكلام ده ويتكتب في بطاقته او تتلغي خالص خانة الديانة زي ما احنا قلنا من زمان، هي والعمل والحالة الاجتماعية اصلا. وحكاية تقديس البكارة دي ينتهي، والمجتمع يتم تثقيفه بقى ويفوق من الخرى اللي هو فيه، ومن الفكر النجعاوي والكفراوي والدلتاوي والصعيدي، يفوق من الهم ده، وبلاش حكاية تقديس البكارة والأفكار البدوية المهببة، وارجع لمصر القديمة وحرية المرأة في مصر القديمة وزواج التجربة، وإن العذراء دي البكر دي ما كانش ليها أي قيمة كلمة بكر ولا الكلام ده، ولا غشاء بكرة ولا غيره. ارجع للكلام ده. والاشتراكية، الاشتراكية، مفيش رأسمالية بقى، كفاية كده، كفاية رأسمالية، كفاية رأسمالية في ال20 سنة
مش 20، في ال 30 سنة أو 33 سنة أهو، من ساعة الاتحاد السوفيتي ما انهار، وإحنا في من سيء لأسوأ، سواء على الصعيد الديني، تطرف ديني وإرهاب وتوحش وتعشنة وإخوانة ومسلفة وسعودة وخلجنة وخراب، سواء على الصعيد الاقتصادي كله، ارتفاع أسعار وغلاء أسعار واحتكار وتجارة، ده أدوية وكساء وملبس ودواء وغذاء وكله وشراب وكله. الله، حرام بقى، كفاية. هو ده اللي انت تهتم بيه، وتسيبك من منتدى النسوانجي، وتسيبك من الشيوخ بتوعك، وتسيبك من الإسلام خالص، من الأفكار بتاعته، وتسيبك من الأفكار بتاعة الجنس حاليا خالص. لازم تهذبها، تبقى أفكار مناسبة للعصر، مناسبة للقيم الغربية زي ما أنا قلت قبل كده. واسمع الفيديو بتاعي اللي هو آداب العلاقة بين الرجل والمرأة. هي دي كل المبادئ اللي أنا بتكلم عنها. هو ده المطلوب، هو ده المطلوب، واخد بالك؟ بس. وخليك كوزموبوليتاني أو أومنيزمي أو أومنيستي، آمن بكل الأديان وبكل الآلهة وبكل حاجة وبالإنسانية كلها، وحب الإنسانية كلها، محبة وسلام وتنوير إلى آخره، زي ما أنا قلت قبل كده. وأقول لكم سلام.